السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة تعليمولوجي. طبعا أنا اخترت كتاب المعاصر في السلسلة دي علشان أبدأ أشرح فيها الدروس الخاصة باللغة الإنجليزية English. طبعا فهنبدأ في السلسلة دي في سلسلة برايمري 6 الصف السادس الابتدائي في كتاب كونكت. طبعا أنا بشرح فيها الكلمات واشرح فيها الجرامر ونحل فيها الأسئلة اللي موجودة بشكل مبسط ونحاول نفهم المعلومة على قد ما نقدر. وطبعا لو في اي تعليق لحضراتكم او اي ملاحظات يا ريت تسيبوها لي في التعليقات علشان نقدر نتناقش فيها ونوصل لانسب شرح ان شاء الله يفيد اولادنا بشكل جميل وبشكل سهل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف مع بعض التيست اون يونت 7 امتحان كامل. السؤال الثاني طبعا choose the correct answer from A B C or D. نختار الإجابة الصحيحة. أول سؤال We saw a lot of ancient Egyptian. احنا شفنا الكثير من المصريين القدماء ايه بقى in the museum. طبعا هتكون artifacts اللي هو القطع التحف الفنية. تاني سؤال means using your knowledge to make good decisions. تعمل قرارات كويسة اللي هي ايه wisdom اللي هي الحكمة. السؤال الثالث The king lived in a big. الملك عاش في ايه big castle قلعة كبيرة. السؤال اللي بعده number 4 Don't knot the pot with your hands it's very hot. لا ايه the pot اللي هي الحلة او الاناء with your hands بيديك. don't ايه طبعا don't touch ما تلمس. ليه it's very hot هي سخنة جدا. السؤال اللي بعده طبعا بناخد كلمة من هنا ونحطه في مكانها الصحيح. شوف مع بعض الكلمات عندنا طبعا statues يعني تماثيل، gold ذهب، wisdom حكمة، artifacts اللي هي التحف، animal يعني حيوان. last summer الصيف اللي فات we went to a museum. احنا رحنا إلى المتحف. in the city في المدينة there were كان يوجد so many interesting الكثير من الحاجات الشيقة. ليه بقى الشيقة to see طبعا artifacts اللي هي التحف. my brother and I were walking around. أخويا وأنا كنا ماشيين بنتجول. walking around يتجول. when we found عندما نحن وجدنا a room أوضة أو غرفة that had التي كانت تملك كان فيها lots of animal الكثير من حيوان طبعا statues animal statues يعني تماثيل للحيوانات. the ancient Egyptians made lots of المصريين القدماء عملوا الكثير من طبعا animal statues تماثيل حيوانات. because animals were very important لأن الحيوانات كانت مهمة جدا in their culture في الثقافة بتاعتهم. culture ثقافة. first في الأول we saw different statues. احنا شفنا different statues تماثيل مختلفة in معمولة طبعا in يعني معمولة بكذا in ايه in gold بالذهب and silver والفضة. شوف بعد كده السؤال read the text ان انا بقرأ النص وبجاوب عليه الاسئلة اللي تحتها. the ancient Egyptians المصريين القدماء traded with other countries كانوا او تاجروا يعني كانوا بيتاجروا مع other countries دول اخرى. and metal was one thing والمعدن كان شيء واحد. they traded هم كانوا بيتاجروا فيه. they first found metal in rocks هم في الأول وجدوا المعدن في الحجارة. metal was harder than stone المعدن كان أكثر صلابة. hard يعني قوي أو صلب فهاردر هنا أكثر صلابة أكثر قوة من than يعني من stone يعني الحجر.
and they could melt. وهم اللي هم المصريين القدماء could كانوا يقدروا melt يذيب and form ويشكل it هنا عايد على المعدن. كانوا يقدروا يذيبوا ويشكلوا المعدن into different shapes إلى أشكال مختلفة. They used metal to make tools. هم استخدموا من المعدن لكي يعملوا أدوات and weapons وأسلحة. So that ولذلك they could hunt on the land. So that علشان يعني they could hunt هم كانوا يقدروا يصطادوا on the land على الأرض and grow food ويزرعوا الطعام. Gold was a popular metal. الذهب كان popular metal يعني معدن معروف for making jewelry من أجل صنع المجوهرات and art to sell والفن علشان إيه يبيع. هنا sell معناه يبيع. Silver was also used والفضة أيضا كانت تستخدم but was rarer ولكن كانت أكثر ندرة. Trade with other countries التجارة مع الدول الأخرى other countries دول أخرى helped the ancient Egyptians ساعدت المصريين القدماء. وايكونومي الاقتصاد يبقى نقول ازاي بقى؟ يبقى الاقتصاد المصري القديم the ancient Egyptian economy الاقتصاد المصري القديم to develop انه ان يتطور develop يتطور. شوف مع بعض النص الأسئلة. طبعا أول سؤال بالنسبة لنا choose على القطعة. The text is about النص ده بيتكلم عن ايه؟ in ancient Egypt طبعا metal. السؤال الثاني the underlined word الكلمة اللي تحتها خط اللي هي popular means معناها أو تعني famous. السؤال اللي بعده metal was harder than المعدن كان أكثر صلابة من طبعا stone. بعد كده سؤال summarize the text in one sentence. طبعا احنا عشان نلخص summarize طبعا معروف انها يلخص قلناها قبل كده. عايزين نلخص القطعة في جملة واحدة. فانا طبعا يعني بسهل على الناس لو قلنا مثلا ان اهم جملة هي الجملة الاولى فممكن اقول الجملة الاولى. ولكن الافضل ان انا اقول ان كان احاول اشوف جملة تكون مناسبة للقطعة بشكل كامل. ايه هي؟ ممكن نقول المصريين القدماء استخدموا من المعادن زي الحديد والذهب. او ممكن نقول كان في المصريين القدماء كانوا بيستخدموا المعادن المختلفة. نقولها ازاي؟ طبعا المصريين القدماء the ancient Egyptian used استخدموا different ايه metal. بس كده استخدموا معادن مختلفة. المهم احنا محتاجين جملة تكون بسيطة وسهلة ومفهومة ما تبقاش وتبقى مضمونة في القطعة يعني موجودة في القطعة معناها موجود في القطعة. طيب السؤال اللي بعده why was trade in ancient Egypt useful؟ لماذا التجارة كانت أو لماذا كانت التجارة in ancient Egypt في مصر القديمة useful مهمة أو مفيدة؟ ليه؟ طبعا هنلاقي إجابة السؤال ده في آخر جملة trade with other countries helped ancient Egyptian economy to develop. طبعا دي القطع الإجابة السؤال ده كاملا فأنا بعلم عليها عفوا. طبعا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده طبعا ان احنا زي ما احنا عارفين ان احنا بنرتب الجمل. طبعا the dry climate يعني الطقس الجاف. الطقس الجاف حافظ على preserved حافظ على ايه؟ preserved the ancient Egyptian artifacts يعني حافظت على التحف المصرية القديمة. السؤال اللي بعده what animals
did. احنا قلنا did طبعا طالما موجودة في السؤال بحطها تاني حاجة. What animals did the ancient Egyptians keep as pets. السؤال اللي بعده King ميداس، الملك ميداس ده اسم ملك، was a very kind man، كان راجل طيب جدا. شوف السؤال اللي بعده where you go last weekend، عشان في عندي last weekend يبقى اخلي does تبقى في الماضي اللي هي did. اللي بعده my book is the high shelf، shelf يعني الرف، عايز اقول على الرف فبقول on the high shelf I can't get it، انا مش قادر احصل عليه. السؤال اللي بعده البانكشويت، طبعا زي ما احنا عارفين ان اول حرف كابيتال. I went to الازهر بارك with my family. طبعا ده مش سؤال فبحط طبعا فول ستوب. وده كان طبعا الكويز او التست الامتحان على يونت 7. تابعوني ان شاء الله في الفيديوهات القادمة ونشوف ونتابع باقي الوحدات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.